السلام عليكم. ده تشات بوت بيرد بناء على الداتا اللي عندي. فكرته إن أنا بيبقى عندي مستندات وخدمات حكومية. المفروض إن اليوزر يدخل أي سؤال وال AI يرد عليه بناء على الداتا اللي عندي زي ما قلت لك. بمعنى لو جيت قلت له أنا عايز أجدد رخصة القيادة، المفروض إن التشات بوت ده بيبدأ يرد عليك بناء على الداتا اللي عندك. الموضوع ماشي ازاي؟ وليكن كمثال توضيحي ان انت عندك داتا للسوبر ماركت، واكتر منتج بيتباع هو البيك شيبس. فجيت سألته ايه افضل منتج من المنتجات اللي عندي، مش هيرد في الكون عموما، يعني مش هيرد يقول لك اي حاجة بره الداتا اللي عندك، بل هيرد يقول لك والله افضل منتج هو البيك شيبس لانه محقق ايرادات كذا. يعني انت عندك على حسب، بيقول لك انت عايز ايه. عندك رخصة قيادة خاصة، أو شوف أنت عايز إيه بالظبط من الداتا اللي عندك. تعالى مثلا نقول له إيه. طبعا أنت بتحدد عدد الأوتبوت اللي عندك. عايز أقول له أنا عندي 17 سنة أقدر أستخرج رخصة قيادة خاصة دلوقتي، وعايز الإجابة تبقى واحدة بس وفي كل مصر، مش عايز أحدد في حتة معينة. هو هيدور في الداتا عموما، لقى بقى شرم الشيخ، طنطا، أي حاجة يلاقيها قدامه هيجيبها لك. تمام، لأن أنا قلت له كل مصر. لو قلت له أعطيته الداتا مثلا بتاعت الدوري المصري وكان فيه الزمالك كسبان أكتر، وقلت له إيه أفضل فريق، مثلا هيقول لك الزمالك لأنه محقق أكتر، مع إن ده ما بيحصلش يعني في أرض الواقع. فهي دي فكرة ال AI chat bot اللي عندي. بيقول لك الشخص مؤهل للخدمة فعلا إن هو يعمل رخصة قيادة خاصة دلوقتي، لأن لا توجد شروط سنية محددة. طبعا ممكن يكون الكلام ده غلط، بس عندي في الداتا بتاعتي أنا حاططها له كده. في الداتا اللي عندي اللي متخزنة فيها البيانات دي كلها، متخزن فيها إن هو ينفع، مفيش أي فترة، مفيش أي سن يمنع هذا الكلام. طبعا ممكن في الواقع يبقى الكلام ده غلط يعني، بس أنا الداتا اللي بستعملها نوت ريل، لأن مفيش حكومة طبعا بتحط الداتا بتاعتها يعني. هي الفكرة كلها إن ال AI ده ممكن يرد دلوقتي على الخطوات. لو في حد مثلا مش عارف يطلع كذا، ممكن يخش يكتب ال AI يرد عليه بناء على الداتا اللي عندي. اللهم صل على النبي. طبعا لو سألته سؤال خارجي، كلمني عن أحسن مطعم في القاهرة، ال- النظام عندك هيقول لك لا، مفيش الكلام ده، خارج النطاق بتاعي. عذرا يبدأ أن سؤالك لا يتعلق بالخدمات الحكومية المصرية. أنت آخرك تسألني هنا على السؤال يخص بالخدمات الحكومية المصرية. تمام. إيه إجراءات تجديد رخصة القيادة في الإسكندرية؟ ونحدد اسكندرية، عايزين إجابة واحدة. طبعا أنت بتقول له عدد النتائج اللي عندك. طبعا أنت ممكن، طبعا أنا ممكن محددش إن هو يجاوب من الداتا، ممكن أخليه زي تشات جي بي تي مثلا يجاوب عموما يعني، لكن ممكن يهلوس في الكلام. يعني لو أنت زي ما قلت لك بقى على السوبر ماركت وقلت له إيه أحسن منتج، ممكن يقول لك الأيفون مثلا، فاهم؟ أنت عايزه يجاوب على من الداتا بتاعتك أنت، من النظام بتاعك أنت. تمام. بيقول لك مثلا اللي أنا محتاجه المستندات المطلوبة. ما هو بيقول لك بقى إيه الإجراءات. الرسوم مثلا، ممكن أقول له إجمالي الرسوم وبالخدمات الحكومية، ال AI agent هيرد عليه. طبعا ده ممكن يستخدم في حاجات كتيرة جدا يعني تخيل كده أنت المدير بتاع النظام بتاعك وقاعد في البيت. هو هنا مش تبقى واخد بالك، بس رسوم الاستخراج كانت ب 234، هو هنا قال لك كله يعني. وبرده ده بناء على الداتا اللي عندي. تمام، ده بناء على الداتا اللي عندي. تخيل معايا كده ان انت المدير بتاع المكان بتاعك، وبدل ما بتخش على الموقع او النظام بتاعك عشان تعمل اوبريشن، مثلا ان انت تعمل سيلكت من الداتا او تعمل عمليات معينة، تخيل ان انت عندك نظام ذكي قادر على الرد عليك في اي سؤال يخص الداتا بتاعتك. ايه اكتر منتج اتباع النهارده؟ طيب حقق دخل قد ايه؟ ايه المصروفات اللي اتصرفت في المكان النهارده؟ اسئله كتيره جدا ممكن تسالها للاي اي ايجنت بتاعك، وهو يرد عليك عليها.